انا عايز اعرف مين هو احمد الشحات بقى. واحد مصري عادي خالص، زيه زي اي حد، زيه زي اي مواطن عادي مصري بسيط. شغال في شغله، بيروح بيته، بيقعد مع اصحابه. انسان عادي خالص زيه زي اي مواطن عادي. طب قول لي يا احمد، انت انا شفت الحوار بتاعك وعرفت ان انت كنت بتشتغل 6 ايام وبتنزل اليوم السابع التحرير بدأ معاك ازاي اصلا وامتى؟ التحرير بدأ ازاي معايا؟ التحرير بدأ معايا يعني في القاهرة من بعد ما الرئيس السابق محمد حسني مبارك مشي. قبل ما يمشي انا كنت في الشرقية. بعد كده كل جمعة من بعد جمعة النصر، كل جمعة تقريبا انا كنت في ميدان التحرير. بس كنت بروح اشارك الصور الجمعات والمليونيات اللي بتتعمل زي اي واحد معاه، مش اكتر. بس كنت في الشرقية بتعمل ايه يا احمد؟ في الشرقية كنت بعمل ايه؟ في الثورة برضو كنت بشارك ايام الجمعات بس، ولو كنت بروح برضو يعني بالليل، لكن ما كنتش بقعد من شغلي وبروح الثورة. طب قول لي يا احمد، انت اتظلمت قبل كده من اي حد في الامن او في شغلك؟ حد ضايقك او حد عمل لك حاجه خلتك متضايق؟ لا الحمد لله ما فيش اي حاجة، يعني ما فيش اي حاجة من دي حصلت. طيب عارف ان في بلدكم بطل تاني اسمه سليمان خاطر ولا مش عارف؟ طبعا طبعا. كلمنا، عارف ايه عن سليمان خاطر؟ عارف ان هو يعني اللي انا عارفه شخصيا، يعني ان هو كان يعني في خدمته كانت على الحدود. فطبعا الاسرائيليات معتبرين ان الحته ديت يعني ايه بتاعتهم، فبيخشوا عرايا فهو كان عنده الشهامه شويه، فشاف منظر كده. فاللي انا اعرفه يعني قتل 3 تقريبا، بعد كده اتحاكم واتقتل وهو في السجن. ده اللي انا اعرفه يعني. انما هم قالوا ان هو انتحر. الله اعلم بقى، انا ما اعرفش قوي. طيب بقول لك ايه يا احمد بقى، عايزك تبص لي كده وتحكي لي الظروف من اول ما انت فكرت ان انت تنزل العلم. جات لك الفكره ازاي ان انت تنزل العلم، ونفذت ده ازاي، وكنت حاسس بايه وانت بتعمله؟ نفذت ان انا حاسس ان اللي انا هعمله هسعد ناس كتير قوي. وفعلا لو انا عملت كده ناس كتير هتنام وهي مبسوطه، وناس هتنام وهي سعيده. فانا قررت ان انا اسعد الناس ديت، اسعد ملايين ومليارات الشعوب العربيه. وبالطبع يعني انا شايف ان انتوا فرحانين، وناس كتير فرحانين، وناس من البلاد العربيه بتكلمني. ما اعرفش جابوا الرقم بتاعي منين، بس الرقم بتاعي بقى مشهور قوي. الموبايل ما بيبطلش رن، كل شويه واحد يكلمني ما اعرفوش وكده. فده الدافع اللي انا خلاني اطلع اجيب العلم، ان حماس الناس اللي كان موجود تحت واصرارهم على ان العلم ينزل، ومفيش اي حد معبرهم. انا قررت ان اعمل بنفسي وخلاص بقى، بدل الذوق ما ينفعش، العافيه هي اللي هتنفع. اسرائيل ديت ماشيه بالعافيه، خلاص قوه بقوه بقى. ازاي فكرت انك تعمل كده؟ خططت ازاي؟ خططت من بعد ما رحت ب5 دقايق بالظبط، 5 دقايق 10 دقايق مش فاكر، فتره قليله يمكن ربع ساعه. بعديها يعني قلت انا لازم اطلع بقى. طب انا هطلع من على السلم، ما ينفعش، قوات الامن جوه السلم كله، والعماره اللي جنبها نفس الحكايه، والعماره اللي جنبها نفس الحكايه. فانا طبعا قلت ما فيش قدامي منفذ اطلع منه الا من بره. هو ده اللي ما حدش يعرف يمسكني فيه، لان انا اعمل حاجه يمكن ما حدش يعرف يعملها، ما فيش جندي هيعرف يطلع ورايا. فمن هنا جت لي الفكره ان انا اطلع بامان مع نفسي، ما حدش هيعرف يمسكني، ما حدش هيعرف يجي ورايا. فقررت ونفذته. ازاي نفذته بقى؟ عايزك تحكي لي التفاصيل بالظبط. نفذته يعني فجأة في التلفزيون هنا. ايوه، لان انا طلعت بسرعه جدا. عملت ايه بالظبط؟ عملت بالظبط، انا كنت واقف على الكوبري اللي قبل الشارع اللي ما بين الكوبري وبين العماره. وانا واقف على الكوبري كان في اسلاك شيكه تحتيه، وفي دبابات، وفي قوات امن وقوات جيش. فوقفت 4 ساعات 5 ساعات حاجه زي كده، مش عارف اخترق قوات الامن، لحد ما لقيت ثغره ان انا يعني هعرف اعدي منها. فبدات اعدي، رحت جاي واقف على الكوبري ونطيت تحت، فبدا الجنود يشوفوني، فلسه يمسكوني. انا جريت بسرعه جدا، لان هم كانوا مديني ظهرهم.
كانوا منشغلين مع الناس وبتحاول تخش فبيزقوهم، وفي شماريخ عماله تتضرب فالناس بيبصوا لها، فانا في الهيصه ديت يعني نطيت، فهم بيبصوا كده، نطيت انا من على الكوبري للشارع، فهم بيبصوا فبينادوا عليا. ما حدش لحق اصلا ينادي عليا لان انا جريت بسرعه جدا ناحيه العماره، واول ما وصلت العماره تسلقت على طول دور، في الثاني، في الثالث، في الرابع. دي العماره اللي جنب السفاره؟ دي العماره اللي جنب السفاره، اللي قبل السفاره على طول. ولما وصلت فوق ديت يعني عماره قبل السفاره بحوالي بحوالي 5 ادوار، اقل منها يعني في العلو 5 ادوار تقريبا. ولما طلعت على العماره ديت كان في يعني سلم جانبي بيؤدي الى العماره اللي فيها السفاره الاسرائيليه. انا طلعت على السلم ده، هو سلم جانبي احتياطي عشان يحاولوا ينزلوا من عليه في اوقات الطوارئ. انا طلعت من على السلم دوت في اخر 5 ادوار. فطبعا طلعت وانا واخد حذري لكن مش خايف طبعا. اول ما طلعت ببص على المكاتب لقيتها منوره، كلها منوره نور كامل. ببص ما لقيتش اي حد، المكاتب محطوط عليها الورق زي ما يكون كانوا في موظفين بس سابوها فجأة. فما لقيتش حد. طلعت الدور اللي بعده برضه ببص من الشبابيك ما لقيتش حد. تطلع على ايه بقى؟ كل دوت انا كنت طالع على السلم الجانبي. انا في الاول كنت طالع على الواجهه، في الاول على العماره الجانبيه. لما طلعت على العماره اللي هي الجانبيه ديت، بعديها كان في سلم. بعد ما طلعت من على الحيطه كان في سلم في اخر 5 ادوار دوت، اللي انا شفت من خلاله السفاره الاسرائيليه وشبابيكها. كنت طالع خلالها على سلم، يعني سلم جانبي. بصيت الدور الاولاني بتاع السفاره ما فيهوش، الدور الثاني ما فيهوش حد. طلعت فوق على السطح ما فيش حد، وانا واخد احتياطي واخد حذر، عمال ابص حواليا لكن مش خايف طبعا. خلاص انا كده جازفت وجات لي الشجاعه ان انا اطلع، فطلعت والحمد لله. فاول ما طلعت فوق اتجهت ناحيه العلم مباشره على طول. جيت امسك العلم لقيته بعيد شويه، فطلعت على السور. فكان هو متعلق على عمود ساري، انا مسكت عمود الساري ومديت ايدي كده، طرفت جسمي فشديت العلم. كان جامد شويه، تعافيت عليه كده شديته، فهو راح جاي مقطوع يعني. بعديها علقت العلم المصري اللي كان على كتفي. بعديها حطيت العلم الاسرائيلي في التيشيرت بتاعي علشان انا كنت عايز احتفظ بيه. انا كنت عايز احتفظ بيه اصلا على طول، ان شاء الله لو هيدفن معايا، او يعني لو اعرف اخدم بيه حد ادخله في مزايده على مستوى الوطن العربي كله، يبقى يعني لصالح اي جمعيه خيريه. طبعا اللي هياخده هيولعه، طبعا مش هياخده، هو ما حدش هيشتريه عشان يحتفظ بيه، اللي هياخده هيولعه. بس فاخدت العلم حطيته في التيشيرت بتاعي ونزلت بنفس الطريقه اللي انا طلعت بيها. من على السلم الجانبي. في الصوره شكلك وانت باين بعيد كانك بتطلع على التكييفات، يعني السلم ده كان جنب التكييفات؟ لا مفيش سلم يا فندم، مفيش سلم. السلم دوت في اخر 5 ادوار. لكن قبل ال5 ادوار ديت انا كنت طالع على الواجهه نفسها، على الحيطه نفسها. على تكييفات وعلى حديد وعلى اسوار وعلى اي سلكه كنت بحاول امسك فيها، اي حديده بحاول امسك فيها، اي خشبه متطرفه، اي شباك المونتات بحاول ان انا يساعدني. انت في اللحظه دي كان ايه اللي جواك؟ كان اللي جوان يعني الناس، يعني الناس كلها سكتت، ما فيش اي. اول ما وصلت الدور الخامس كده الناس بدات تشوفني من الدور الرابع الدور الخامس، الناس بدات تسكت خالص. ما كانوا كلهم عمالين يهللوا، كل مجموعه طبعا بيقولوا شعارات معينه، فكلهم سكتوا مره واحده. فبعد ما سكتوا طبعا انا قلت اكيد هم مركزين معايا، فانا لازم ما اخذلش الناس دي. فطبعا ده اللي كان في دماغي. لما وصلت الدور العاشر بدات الناس تهلل الله اكبر وتحيا مصر وكمل كمل كمل. فدوت اداني شحنه ان انا لازم اكمل، وكان من جوايا احساس ان انا لازم ما اخذلش الناس ديت يعني. بس وبعد ما نزلت بقى والعلم معاك، العلم راح فين؟ اول ما نزلت الناس شدتني، شالوني على كتفهم وقعدوا ينططوني يمين في شمال. في صوره ليك مع عساكر الشرطه العسكريه وانت رافع ايدك كده. الناس شالوني، الناس ودوني على المدرعه ديت، لان الناس كانوا عمالين يشدوا فيا، وطبعا جسمي كله خرابيش من الناس طبعا، على راي المثل اللي يقول لك ومن الحب ما قتل.
واخد بالك. فقعدوا يشيلوني ويشدوني وحاجات يعني من الفرح طبعا. فانا عمال ابص كده، يا جماعه حد معاه عربيه يخرجني بره، انا كده يمكن اموت، انا مش قادر اخد نفسي. طب دخلوني عربيه الاسعاف، فدخلوني عربيه الاسعاف. بعد ما دخلوني عربيه الاسعاف في ناس كتير جدا قالوا انا معانا عربيات، فانا ما رضيتش اروح مع حد برضو، انا قلقان يمكن واحد مخابرات، يمكن واحد ما اعرفوش، يمكن واحد من الكيان الصهيوني وبيتكلم مصري، فما اعرفش. فلقيت الدكتور صفوت حجازي جه وقال لي انا معايا عربيه، تعالى كان عارف ان انا اسمي احمد بقى، قال لي تعالى يا احمد انا معايا عربيه اوصلك بيها. فانا طبعا انا عارفه شكليا يعني، بشوفه على التلفزيون وكده، راجل محترم. فروحت معاه، ده اللي انا عارفه. فروحت معاه، اتسحرنا واحنا ماشيين. بعد كده بيت مع احد اصدقائه. بعد كده تاني يوم بقى يعني بدأت الناس تتصل بيا وعايزين نعمل معاك حوار، عايزين نعمل معاك لقاء. انا ما كنتش عايز اعمل كده، بس هو بصراحة الدكتور صفوت حجازي اقنعني ان انا لازم اعمل حوار صحفي، لان الحوار ده يكون في صالح انا، ان الناس كلها هتعرفك. فالناس لو عرفتك هتبقى شخصية معروفة وشخصية محبوبة، فمحدش هيعرف يكلمك. الرأي العام كله هيتقلب معاك لو حد يعني فكر يجي جنبك. فاقنعني بموضوع ان انا اعمل حوار صحفي. انا ما كنتش عايز اعمله، لان ما كانش في دماغي طبعا حوار صحفي ولا اي حوار. اتخضيت طبعا من كميه المكالمات والناس اللي عايزه تعمل معاك حوار؟ لا ما اتخضيتش، انا جالي بس صداع جامد جدا. انا مش واخد على كده. طول النهار التليفون ما كانش بيبطل مكالمات. التليفون على طول بيفصل شحن؟ التليفون في ناس كتير كانت تكلمني فتلاقي الموبايل فاصل شحن. كان الموبايل اصلا اللي معايا بيقعد اسبوع من غير شحن، كان ما شاء الله بيخلص في نص يوم من كميه المكالمات. فبعدها بدات اروح برامج. هم طبعا كانوا لازم تيجي، لازم تعمل حوار، لازم تعرف الناس مين هو احمد الشحات، لازم تعرف هو طلع ليه. فانا قلت خلاص مش مشكله، بدل ديت حاجه كويسه برضو. عارف ان انت كل مره بتطلع فيها، كل ما هم هناك في بلدهم القذره دي بيبقوا قاعدين متغاظين ومخنوقين جدا. اكيد طبعا اكيد. هم قالوا يعني كمل ده كله ازاي. انا متاكد ان لو كنت طلعت فوق خالص ولقيت واحد من الكيان الصهيوني وعرف ان في شاب مصري تسلق 21 دور ووصل له لحد فوق، كان هيموت من الخوف لو كان شافني، ايا كان جسمي او شكلي او وزني او حجمي. اكيد لو هم جبنه، ربنا اللي بيقول عليهم انهم اجبن شعوب الارض، كان هيجري من الخوف طبعا. وما كانش انا كنت مقتنع ان ما حدش يقدر يضربني ولا حد يقدر، حتى لو كان معاهم سلاح. قلت اقصى ما يعملوه ان هم يهوشوني بالسلاح ويقولوا لي انسى. طب قول لي يا احمد، انت قبل كده برضو في التحرير طلعت فوق عمود كبير قوي ورفعت العلم، صح؟ ايوه بالظبط. انت اصلا بتحب تتسلق الحاجات دي ولا ده جالك مره واحده؟ لا والله يمكن ده يعني حب جوايا ان انا اتسلق. لا انا بعمله في شغلي، انا بعمله في الشغل بتاعي انا يعني. وانا شغال ببقى شغال على سقالات تقريبا يعني، بس مش على طول. فالسقالات ديت بتبقى عاليه، فانا بحب ساعات ان انا ما اطلعش من على السلم، ساعات اطلع من على العرق. يمكن اطلع 5 ادوار كده وانا ماسك في العرق. فديت ويمكن ديت يعني موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. عارف ان انت صورك كلها بقت مغرقه الفيسبوك دلوقتي؟ عارف، دخلت على النت ساعة العمود. دخلت انا يوم 8 يوليو فعلا. رحت واحد صاحبي اللي حكى لي، بيقول لي تعالى عندي في البيت، فرحت له. فقعدت معاه، قال لي تعالى اوريك حاجه. فلقيت صوري ماليه النت واليوتيوب والفيسبوك. فقلت له جت امتى ديت؟ قال لي من ساعه اللي انت عملته ده. فيعني حاجه كويسه، بدل حاجه كويسه ما بتضرش حد وكل واحد بيعبر عن رايه، وحاجه ما بتضرش حد وبتسعد الناس. الشعب المصري يعني بيزعل كتير، فكون ان انا اسعد ناس كتير قوي، انا مبسوط والله بجد ان انا عملت حاجه ناس كتيره فرحانه بيها. فرحان ان الشعب يعني على طول زعلان مكتئب، ما بيصدق يتمسك في حاجه ان هو يتبسط بيها ويفرح بيها. فالحمد لله على اللي انا عملته يعني. طب قول لي يا احمد، شفت مبارك وهو في القفص ولا لا؟ شفته. حاسس بايه؟ كنت مستغرب، كنت بقول سبحان الله. والله بجد دي الكلمه اللي انا قلتها، قلت سبحان الله.
يعني الملك سبحان الله، يعني الملك ده بتاع ربنا سبحان الله، يعني يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء. قلت سبحان الله، يعني مفيش حد فوق قدرة ربنا. والثورة اللي اتعملت في مصر ديت يعني هي نجحت يعني بإرادة من الله سبحانه وتعالى أول حاجة، ثم بإرادة الشعب المصري. طب قول لي بقى، انت بعد ما حسني مبارك ساب الحكم انت بدأت تيجي التحرير، قبل كده كنت بتعمل ايه في الشرقية بقى من 25 يناير لغاية ما هو مشي؟ 25 يناير انا كنت شغال عادي، كنت شغل عادي خالص، كنت بتابع الاخبار زي اي حد عادي في التلفزيون. وايام الجمعة كنت بنزل بس في الميادين، عندنا ميدان اسمه عمر افندي كان عنده تجمعات، وميدان التحرير برضه عندنا كان في بعض التجمعات، كنت بروح هناك بالليل يعني. وبعض الايام كنت بروح في الميادين بالليل خلاف ايام الجمعه، بس بعد شغلي بروح بلاقي التجمعات والمتظاهرين، فكنت بقف معاهم بيعملوا مظاهره وبيمشوا بينادوا بمطالبات، فانا كنت بطالب معاهم وكنت بمشي في الاخر. انت تبع اي تيار او اي جماعه معينه ولا انت مع نفسك كده؟ لا 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 لا، انا مواطن مصري عادي خالص، واللي حصل ده ملوش علاقه باي سياسه ولا باي حزب، ولا انا غير مسيس وغير يعني محدش موجهني، وغير يعني وما افهمش في السياسه كمان عشان ابقى معاك صريح يعني. ما بنتميش لاي حزب ولا اي مؤسسه ولا اي جماعه، انا مع نفسي خالص. طب عايزك تقول كلمه لاهالي الشهداء. انهي شهداء؟ اهالي الشهداء اللي ماتوا في الثوره، وبعد كده اهالي الشهداء اللي ماتوا على الحدود. انا يعني اللي انا عملته دوت هي حاجه بسيطه، او يمكن الناس شايفاها ان حاجه كبيره. لو ديت حاجه بسيطه طبعا ما تجيش حاجه في نقطه دم واحد بريء اتقتل او استشهد. فاللي انا عملته دوت يعني يمكن انا بهديه، لو هم الاهالي دول فرحوا باللي انا عملته، فدوت انا بهديه خصوصا للاهالي الشهداء دول، وربنا يصبرهم. تقول ايه للمصريين كلهم؟ اقول للمصريين يعني زي ما الثوره غيرت الحكومه، يا ريت تغيرنا كمان، تغير سلوكياتنا، ويا ريت نبقى احسن، ويا ريت نبقى يعني كل واحد يبقى في مجال شغله شايف شغله بما يرضي الله، وكل واحد يبقى يعني في مجال عمله شغال صح، ويحاول ان هو يخدم البلد في مجال شغله مش اكتر. لو كل واحد وقف في الحته اللي هو فيها وصلح من نفسه وصلح من البيئه اللي حواليه، اكيد بلدنا هتبقى احسن ان شاء الله. طب عايز اعرف بقى اهلك عملوا ايه لما حصل اللي حصل؟ اهلي طبعا والدتي كانت قلقانه زي اي ام، طبعا ما كانت هتقلق لو ابنها عمل كده، ده شيء طبيعي، الام طبيعي بتخاف على ابنها يعني. وهي طبعا فرحت وقعدت تدعي لي، بس كانت في نفس الوقت قلقانه يعني. بس بعد كده كلمتك تاني بعد القلق ولا؟ بعد كده انا بقى اللي كنت بكلمها، لان هي قلقانه، فانا كل شويه اكلمها. قلت لها طب انا عايزه اريحك بحاجه، انت عارفه انا قابلت مين؟ قالت لي قابلت مين يعني؟ قلت لها انا قابلت رئيس الوزراء. قالت لي انت بتتكلم جد؟ قلت لها ايوه بتكلم جد، قابلت رئيس الوزراء بنفسه في رئاسه الوزراء، والراجل رحب بيا وسلم عليا. كنت رايح في لقاء، دعاني اليه بعض الشباب اللي كانوا في اللقاء دوت، قالوا لي احنا عاملين لقاء مع الدكتور عصام شرف، وتعالى احضر اللقاء ده. فرحت قعدت معاهم، الراجل كان قاعد ورحب بيا، وكان قاعد مبتسم في وشي يعني مش مكشر، وسلمت عليه ورحب بيا يعني الراجل. بس حسيت منه بايه؟ حسيت منه ان هو فرحان باللي انت عملته، ولا ابتسامه مجرد تأدية واجب يعني؟ هو الراجل، انا بقول لحضرتك الراجل كان يعني مبتسم في وشي مش مكشر، فمعنى الكلام ده ان هو يعني الراجل يعني الراجل مش زعلان. بس طب قول لي، انت متجوز يا احمد؟ لا لسه ان شاء الله، بس ولا لسه؟ لا لسه هخطب ان شاء الله. انت دراستك ايه؟ انا معايا دبلوم صنايع. عندك كام سنه؟ عندي 24 سنه. ربنا يحميك. ربنا يخليك. تقول ايه بقى لمصر كلها؟ اقول يعني
ما انا قلت لك يعني كل واحد يا ريت يخليه يعني كل واحد يخدم بلده في مجال شغله. اكيد لو كلنا عملنا كده بلدنا تبقى احسن. ونفسي بجد بحلم يعني يكونش في وسايط، يكونش في محسوبيه، يكونش في رشاوي. البلد كل واحد المرور الناس تحترم المرور. نفسي شوارعنا تبقى نظيفه. بحلم ان يبقى عندنا مواقف غير عشوائيه. مفيش زباله في الشوارع. بلد منظمه فيها نظام. يعني مش هقول لك بقى دول اوروبيه، البلاد العربيه يعني دوله زي الامارات. مدينه دبي ديت انا انا بشوفها بستغرب ليه احنا ما نبقاش زيها. ليه؟ شايف اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ شايف اللي جاي احسن ان شاء الله. طول ما عندنا رجاله زيك هيبقى احسن ان شاء الله. طول ما فيها رجاله مصريين. احنا فرحانين بيك جدا يا احمد. الله يخليك.